بقالنا كتير بنسمع عن اخبار زواج الفنانه اللبنانيه نجوى كرم. ناس تقول اتجوزت من رجل اعمال خليجي، وناس تانية قالوا بتحب فنان ايطالي، ومحدش كان عارف الحقيقه فين لحد لما ظهرت نجوى في حفلتها في المانيا، وعرفنا ان حبيبها وعريسها هو رجل الاعمال عمر الدهماني. مين هو عمر الدهماني وايه تفاصيل قصه حبه مع نجوى كرم؟ ده اللي هنعرفه سوا من خلال الفيديو. مين هو حبيب نجوى كرم؟ ده السؤال اللي شغل الوسط الفني العربي كله والمتابعين على السوشيال ميديا الفتره الاخيره. نجوى كرم كانت عايشه قصه حب مع حبيبها من غير ما تعلن بشكل رسمي، واحيت نجوى كرم حفل جماهيري ضخم على مسرح اوبرهاوزن في المانيا، وده بيعتبر اولى حفلاتها في جولتها الغنائيه العالميه نجوى ستالجيا. وبعدها ظهرت في حفل جديد في رومانيا، واعلنت اخيرا الخبر للجمهور، واطلت بفستان ابيض وقالت: ساكشف لكم خبريه عن هذا الفستان لانه يعني لي الكثير، اضافه للونه الابيض المفضل لدي. هذا اللون كان في حفل زفافي وارتديت هذا الفستان. وبعدها نشر الاعلامي نيشان مقطع فيديو قبل ظهور نجوى كرم على المسرح لاحياء حفلها، وظهرت فيه نجوى مع رجل الاعمال عمر الدهماني، ويعتبر ده الظهور الاول الثنائي بعد تداول انباء زواجهم خلال الشهور الاخيره. وبعد لحظات من نشر نيشان الفيديو، تفاعل المتابعين مع الثنائي مؤكدين انهم لايقين على بعض، وعلق احد المتابعين وقال: لايقين على بعض، وقال اخر: احلى كابلز بالوسط الفني صراحه، وقالت اخرى: ربنا يخليهم ويحميهم يزدنهم عصافير الحب. وعلى الرغم من كده نجوى كرم ما اكدتش خبر زواجها منه لحد دلوقتي، وده ليه بعض الاسباب. اولها ان رجل الاعمال عمر الدهماني مسلم وهي مسيحيه، والسبب الثاني انه اصغر منها ب 18 سنه. نجوى تزوجت للمره الاولى من يوسف حرب المسلم، وكتبت كتابها بس ما غيرتش ديانتها. اما الموضوع مع الدهماني فمختلف تماما، لانه بيعيش في بيئه اسلاميه وما يقدرش يتزوج مدني لان عيلته بترفض ده بقوه. ونجوى كرم ما تقدرش تعلن عن زواجها من مسلم مره تانية عشان ما تتعرضش لحمله انتقادات زي اللي حصلت لها في زواجها الاول من المسلم الكردي يوسف حرب، ووقتها اتنكر منها اهل منطقتها في زحله. وحاليا علاقه نجوى كرم وعمر الدهماني علنيه، وبقى بيرافقها في كل مكان، وهي كمان بتزوره في دبي باستمرار. وقالت بعض المصادر ان الدهماني اشترى لها بيت جديد في منطقه الجميزه عشان تكون منزل الزوجيه. مين هو عمر الدهماني؟ الدهماني هو صاحب شركه احياء الحفلات مومنتس ايفنت، ورجل اعمال ميسور الحال، وكانت بتربطه علاقات متعدده مع عدد من الفنانات، وارتبط عاطفيا بالفنانه السوريه نسرين طافش، واسس الشركه وانتج لها مجموعه من الاغنيات صورتها مع المخرج سعيد الماروق. كمان احيا لها عدد من المهرجانات ومنها في الامارات والاردن. ودخلت نجوى كرم على الخط وتعرفت على الدهماني في حفله في الاردن، فنال اعجابها، وبعدها عاشوا قصه حب، واصبحت شركه مومنتس ايفنت كبيره وتتولى اقامه حفلات نجوى كرم في معظم الدول العربيه والعواصم الاوروبيه. نجوى كرم اتولدت سنه 1966 في مدينه زحله اللبنانيه. اتجوزت للمره الاولى من المنتج ومتعهد الحفلات يوسف حرب، واستمر الزواج بشكل سري لحد لما اعلنت بشكل رسمي وما انجبتش ابناء منه، وانفصلت عنه بسبب تعنيفه ليها وضربها اكتر من مره. اما الزيجه الثانيه فكانت سنه 2017 من رجل الاعمال اللبناني فيليب زياده، وكان متزوج قبلها وعنده ولدين، وانفصل عن زوجته الاولى قبل الارتباط الرسمي بنجوى كرم. في النهايه بنتمنى كل التوفيق للفنانه نجوى كرم وزوجها عمر الدهماني.